وصل بحمد الله الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية إلى مقر إقامته بمنتجع كاب سبارتيل. واختار الملك سلمان هذا المنتجع تحديدا ليكون وجهته لقضاء إجازته الخاصة السنوية للعام الثالث على التوالي. ويتميز هذا المنتجع بمناظر طبيعية خلابة، إذ يعد واحدا من أبرز المناطق السياحية في مدينة طنجة المغربية. لكن هناك ما لا يعرفه الكثير عن المنتجع الساحر. في هذا التقرير نقدم بعض المعلومات عنه. المنتجع هو عبارة عن قمة صخرية جبلية على الساحل المغربي، ارتفاعها 315 مترا، يضم مساحات شاطئية وغابوية، بالإضافة إلى توفرها على مشاريع سياحية عديدة. كانت تسمى في الماضي كاب أمبليسيوس، ويطلق عليه عروس الشمال نظرا لروعة طبيعته الجغرافية. يوجد به فروع لأشهر الفنادق العالمية، كما يوجد به منارة رأس بارتيل التي بنيت بأمر من السلطان محمد الرابع بن عبد الرحمن، وبدأ تشغيلها في 15 أكتوبر من عام 1864، وإنارتها مرئية على بعد 30 ميلا بحريا. أيضا على ساحل رأس سبارتيل توجد جزيرة مغمورة بالمياه، يعتقد البعض أنها الجزيرة الأسطورية أطلانتس. أيضا يوجد بها مغارة هرقل الأسطورية، والتي تعد أكبر مغارات إفريقيا، وتم اكتشافها عام 1906، وتوجد فيها سراديب تمتد إلى مسافة 30 مترا في باطن الأرض. وقال موقع طنجة الإخباري المحلي أن مدينة طنجة تشهد منذ أسابيع حالة من الترقب لاستقبال العائل السعودي، حيث تم حجز 800 غرفة نوم في عدد من الفنادق، إضافة إلى شقق وفيلات أيضا ومئات السيارات الفارهة. ويتوقع أن يمضي العائل السعودي والوفد المرافق له نحو شهر في المدينة، تبعا للمدة المحددة لمختلف الحجوزات.